السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم جميعا؟ قبل ما تشوفي الفيديو من فضلك حطي لي لايك، ولو مش مشتركة في القناة اتمنى تنوريني وتشتركي معايا. النيش اتسألت عليه اكتر من مرة وكذا حد طلب مني ان انا اصوره، بس معلش اتأخرت في التصوير والنهاردة اهو صورته لكم. حابة اقول رأيي اذا كنتي تجيبي نيش ولا لا ما تجيبيش نيش، هل فعلا عملي ولا مش عملي، ليه لازم اصلا ولا فلوس هتدفعيها على الفاضي وخلاص، وسواء تكلفة عليكي او تكلفة على العريس، انتوا الاتنين طبعا بتتكلفوا. انا كنت بصور روتين وفي نفس الوقت قلت اصور لكم النيش. طيب رأيي في النيش بكل امانة، ما تحاوليش تجيبي النيش بتاعك كبير، يعني اخرك ضلفة او ضرفتين بالكتير زي ما انا عاملة كده. انا طبعا متجوزة من فترة، فالحاجات اكيد اللي نزلت دلوقتي مش زي اللي انا كنت جايباها. طبعا انا جايبة حاجتي من زمان، ف كده انا هفتحه لكم من جوه عشان تشوفوه كمان من جوه. انا هقول لك رايي الصريح والسريع، لو انتي مطبخك ما شاء الله كبير منصحك ما تجيبيش نيش بجد، او هاتي مثلا دولاب واحد بس واعمليه دولاب فضيات، هاتي فيه شويه انتيكات وحاجات كده تكون قيمه وتحطيها في قلبي وخلاص كده. انا النيش بتاعي كنت عاملاه وكنت لسه متجوزه، وكنت كمان متجوزه وانا صغيره، يعني لو رجع بيا الزمن ما كنتش هجيب كل الكوبايات دي والحاجات دي، اكيد كنت هجيب حاجات يعني ما تفرحيش بالاعداد وخلاص. دي بجد نصيحه مني بقى، شوفي انا جالك من المستقبل، ما تفرحيش بالاعداد، هاتي حاجات قيمه فعلا، حاجات بتستخدميها وتكوني بتطلعيها مش جايباها انك تحطيها كعرض. يعني الحاجه اللي انت هتجيبيها وتستخدميها حطيها، ولو انت مطبخك ضيق لا فعلا النيش هينفعك، والله العظيم النيش هينفعك، هتحطي فيه كوبايات وهتحطي فيه حاجاتك اللي انت بتستخدميها. برضه هو مش هقولك الحاجات اللي بتشيليها، لا الحاجات اللي بتستخدميها، وهتجيبي الاعداد المطلوبه، الحاجات اللي انت عايزاها، مش حاجات طبعا كتير وخلاص. زمان الاشكال كانت محدوده وانك تنقي حاجه حلوه وكده ده كان صعب. طبعا الاشكال دلوقتي بقت احلى بكتير 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 فعلا، بقى في حاجات ما شاء الله اشكالها حلوه. فانتي ما تهرميش فلوسك في الارض وتجيبي حاجات ما تستخدمهاش او حاجات مش عايزاها او حاجات شكلها مش حلو وخلاص وتقولي ايه هو اعداد وهحطها وخلاص، لا هاتي حاجات نظيفه قيمه بجد بجد والله العظيم. أنا بجد يعني لو رجع بيا الزمن تاني ما كنتش هجيب اي حاجه وخلاص، لا. انا النيش هنا وريته لكم وكنت هفضيه خالص بقى وابتدي ان انا انضفه، لان بقول لكم ده فيديو روتين، فحبيت ان انا اوريه لكم من قبل ما افضيه. لو حابين تشوفوا الفيديو بتاع الروتين ده تحطوا لي لايك واكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله باذن الله هعمله قريب. حبيت استغل ان النيش من تحت يكون فيه ادراج بحيث ان انا اخزن فيها حاجه. شايفين هو مطرب جدا، لسه طبعا هعمل له تنظيف بقى، هفضيه كله بامر الله وانزله وارتبه من اول وجديد. وبس ده النيش بتاعي. وكذا حد طلب مني ان انا سالوني على الديب فريزر حلو ولا لا. هو 4 ادراج ورف، فعلا تحفه بجد بجد، هياخد معاكي ما شاء الله حاجات كتير جدا وهينفعك. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبك، وما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه. اتمنى اشوفك ان شاء الله باذن الله فيديو جديد. مع السلامه. استني الفيديو ما خلصش في وقت تقدري تعملي فيه لايك.